تعالى نروح بقى نبعد نروح عند احنا بعدنا قوي كده. ايه ده والله بجد؟ لا انا ما تحلفنيش وانا بضحك على الناس. بصوا انت بتجري وراه؟ أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الممتع الجميل اللذيذ سوا اسماعيل شو. النهاردة احنا رايحين نعمل ايه؟ رايحين نشوف مين بيعمل أحسن ممبار في دبي. وبناء على طلب الجماهير احنا هنخرج بره منطقتنا. هنروح حتت بعيدة بقى يعني عشان نشوف، وهنجرب برضو مطعم بحة لأنه هو كان قافل. فهنروح نشوفه عشان في ناس كتير قوي قالت لنا نجربه، وفي مطاعم جديدة أول مرة تشوفوها، وفي مطاعم كانت موجودة قبل كده. بس حلقة العربيات كانت الحلقة اللي فاتت، اللي لسه ما شافهاش يشوفها يخش يشوفها. شكلها كهرباء شبه BYD بس ما اعرفش. المهم لكن عايزين نقول في بداية الحلقة ان اي تقييم لأي حاجة في الفيديو ده هي مش اعلان، وهي بناء على تجربتنا احنا الشخصية اللي ممكن تتغير لما انت تروح وبس. يلا بينا. هو انا اساسا بحب الممبار جدا. يعني هي سواء بصراحة اكتر حد شفته بيحب الممبار في حياتي، بس مع الموضوع ده اعتقد ان هي من كتر ما احنا بنطلب ممبار فهي هتبقى عارفة بقى الممبار الكويس من الممبار الوحش طبعا. فمعاكم هنا اهل الخبرة وحش الممبار، النهاردة هيقيم لكم احسن ممبار في دبي. احنا عايزين نعمل في مرة حلقة الحمام. احسن حمام في اصلا مروان سري لسه عاملها. لو هو لو احنا عملناها دلوقتي هيقول لك انتوا بتقلدوا مروان سري. زي برضو الحلقة بتاعت البرجر. على فكرة دي نفس طريقة التقييم بتاعت مروان سري، كنت اتمنى ان انتوا تعملوه بطريقة مختلفة. ده الكومنت انا حفظته خلاص. لا بس انا والله ما كنتش شفت الحلقه بتاعت مروان سري، بس انا عشان بحب الحمام فقلت دي فرصه سعيده ان انا اكل حمام. هو انا كنت فكرت في الموضوع قبل كده بس حسيته زروطه اوفر. ممكن نطلبه في البيت بقى. ما هنطلبه في البيت ماشي، بس يعني انا متخيل وانا بحط توتة الحمامه في بقي مش هو بيتاكل من. انت عمرك ما اكلتها كده اصلا في الطبيعي؟ والله بقسمها صح. طيب ماشي خلاص نجرب الحمام. ده مول الامارات هناك اهو، ودي نافوره. احنا دلوقتي داخلين منطقه البرشا، ومنطقه البرشا فيها مطاعم مصريه كتير، فاحنا هنخش نستكشف ايه اللي موجود في منطقه البرشا. فاول واحد غالبا هيكون بحة. احنا طلبنا منه دلوقتي ورايحين نستلمه، وهنشوف ايه الباقي بعد كده. بس الطريق زي ما انتم شايفين زحمه قوي. العربيه اهي. العربيه اللي كان شكلها وحش اللي قفلت على راسي. القاتله. شكلها الناس بيعتبروها يعني بيجيبوا بقى سواق وكده وبياخد عيله. حلوه اللاند كروزر الجديده، ممكن توريها للساده المشاهد. انا عجباني بس مش عاجبه محمود. ليه بقى مش عاجبه محمود؟ ما حلوه عشان بيقول ان الستايل بتاعها قديم قوي، بس انا عجباني عشان الستايل بتاعها قديم. بكام دي بقى؟ انا بحب الشارب ايدجز دي. بكام دي؟ بالشيء الفلاني. غاليه اكيد غاليه يعني معديه ال 200. يا لهوي. ممكن تكون معديه 300 يعني، بس انا بقول لك بنصورها كده عادي بلا خجل ولا حاجه. دي تربو على فكره. يعني ايه تربو؟ مالها؟ موتورها حمار. ايه هو يا فتيات؟ طب انا هعمل يوتيرن بحة ماشي وهرميكي. ترميني بعد الشر عليا. لف 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 ما تتاخرش عليا. حاضر انا هلف لفه واجي تاني. السلام عليكم. كنا عملنا اوردر بالتليفون. اسماعيل هو قال لكم اسم معرفش بقى ممبار. هو ممبار بس. انا جبت الاوردر اهو، بس اسماعيل لسه ما جاش. بصوا يا جماعه المطعم ده بنحبه جدا، عنده فراخ رهيبه، هنبقى في مره نصوره لكم. المهم اسماعيل راكن في حته هنا اهو، نروح ادور عليه اهو. عملتي ايه؟ جبت لك ممبار. السلام عليكم العمده. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اطلب طبق ممبار واعدي كمان 10 دقايق اخده. استلام من فرع ايه؟ فرع برشا. تمام. حاجه تانية مستر اسماعيل؟ لا شكرا جدا. ماشي يا غالي اتفضل. شكرا مع السلامه. عرف اسمي. مسجلين الرقم. ماشي تعالى نجرب بحة مدينا سلطه ومخلل واسمه ايه طحينه. اوكي. والطبق
وها هو طبق الممبار ها هو يا فتيات. اهو. هو مش جايب مناديل؟ لا. طب انا عايز مناديل. علبة المناديل عندنا خلصت. في بقال جنبنا كويس. أنزل أجيب مناديل وأجي؟ منه. طب ما نخلص الاول. طيب ماشي. والطبق ده الاوردر ده ب 32 درهم. حلو. بس هو سخن قوي. طب روح هات مناديل. انت ليه متردده؟ انا هاخد نقيت واحده صغيره، انا بس مش عايز اشبع عشان اخر واحد دايما بيتظلم معانا بصراحه. ماشي يلا 1 2 3. حلو. سبايسي سيكا كده، والخضره اللي فيه حلوه قوي وسخن وطازه اللي هو ما كانش متخزن في فريزر مثلا. الرز جوه مفلفل وحلو. الرز مفلفل. الرز يا عزيزي المشاهد اهو. اوقات في ناس بتدوقه تلاقي الرز ايه مكسر، بيبقى دوت متخزن، ده طازه. هل مملح سيكا ولا مظبوط؟ بالنسبه لي مظبوط. ماشي خلاص مش هعتبره مملح. هنزل اجيب مناديل وهاجي. هنقيمه طيب الاول. ماشي يلا. 1 2 3 8. ليه؟ اول مره اجيب اقل منك. ليه؟ انت ليه وحش؟ ليه مفتري؟ انت قلتي ليه؟ ليه مفتري؟ معلش اتعلمت منك. هنزل اجيب ميه ومناديل. ماشي. واجي. ايه الحر ده؟ والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. وقفوا وقفه رجاله. ايه الاخبار؟ مساء الخير. جبت لنا ميه؟ جبت لكم ميه وجبت لكم مناديل. شكرا. عفوا. تيجي نكلم شرقي ده؟ صح، شرقي في البرشا برضه. طيب احنا كده الفيديو هيبقى احسن من بار في البرشا. احنا قلنا لكم هنطلع بره منطقتنا، بس لقينا منطقتنا حلوه. هي دي مش منطقتنا اصلا. يعني لا، يعني الحاجات اللي حوالينا. بس احنا كده خرجنا، يعني احنا عشان نوصل للمكان اللي احنا فيه ده. هو انا طالع في الكاميرا دي؟ عشان نوصل للمكان يعني احنا سوقنا حوالي تلت ساعه يعني. تلت ساعه ده كتير على فكره، لان تلت ساعه سواقه في دبي انت بتكون سايق على 120 او 130 او 140 يعني لو جاي من الشيخ زايد. شفتوا بشرب برقه ازاي قدام الكاميرا؟ ايه ده؟ ما نجيب رز بلبن من الملكي. احنا مش عايزين نشبع، احنا عندنا منبرات كتير قوي، والمنبرات دي على فكره احنا عندنا مشكله ان احنا لما بنطلب اكل، هي مش مشكله قوي يعني، بس احنا انتوا متخيلين ان في كميه اكل بتبقى رهيبه بتستمر معانا بقيه الاسبوع، فاحنا الاسبوع ده كله يعني ممامير. لا اوقات بنوزع، اوقات بناكل تاني يوم لحد ما خلاص بقى الواحد بينهار. احنا ايه اللي تعبنا قوي كده؟ الفطير طول معانا قوي. الفطير ده طول معانا جدا. كميات مهوله يعني. وزعنا منه اوكي، اكلنا منه يومين ورمينا الباقي. خلاص بقى كان كتير قوي، كتير اوفر. انا هتصل بيه بشرقي ونروح نستلم على ما نستلم من العمده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اطلب ممبار واجي استلمه بعد شويه؟ ممبار طبق ممبار. لا احنا للاسف مش عندنا ممبار يا فندم. بجد والله ما عندنا ممبار. والله مصدقك. طيب شكرا. شكرا مع السلامه. يعني ايه شرقي وما عندكش ممبار؟ مش عارف. يبقى هو مش شرقي انف. انت مش شرقي نفسه. صوته عامل زي صوت ازامل. اجرب اتصل تاني. ازامل واحد صديقنا. المهم هنروح دلوقتي العمده نستلم ونجرب. اين انت ايها العمده؟ عادي احنا ممكن نركب في اللي قصاده ده، يعني انت انزلي استلمي وانا هركن لك هناك عند قدام العربيه الحمراء دي. طبق ممبار. استلمت الاوردر من العمده. اما الان اعزائي المشاهدين مع مطعم العمده، والعمده بكم؟ 27 درهم. ده ارخص. التاني كان ب 32. ودايما العمده ارخص حتى في الفطير. فاكرين حلقه الفطير اللي ما شافهاش يروح يشوفها؟ كان مهم. جايب مخلل و طحينه وسلطه. خلاص ماشي. استنى نفتحه بقى. اهو. الكميه حلوه. وبعت معاه بطاطس. طيب يلا نجرب. تعال نقسم دي عشان ما نشبعش. ماشي يلا. 1 2 هوبا. هو في زفاره بصراحه. الخلطه ممكن تكون كويسه بس في زفاره. الخلطه حلوه بس هو الممبار نفسه زفر. طيب تديله كام؟ 1 2 3 5.
انا مش عارف العمده، احنا حظنا وحش قوي مع العمده. وبرضه يعني عايز اقول يمكن هو النهارده كده، يمكن دي تجربتنا احنا الشخصيه، جايز هو احسن من كده في ايام تانية. نشوف اللي بعده. هنروح فين بعد كده؟ تعالى نروح بقى نبعد نروح عند احنا بعدنا قوي كده. نبعد نروح فين؟ نروح بقى حدوته، ممكن نروح ابو شقره وتيبا جورميه هناك. يرجى العلم أن جميع المكالمات مسجلة. صوت عويسي ده. في الجودة والتدريب. عويسي. مساء الخير، حضرتك مصطفى حضرتك تفضل. نعم. مساء الخير يا فندم تفضل. الو مساء الخير، لو سمحت ممكن اطلب طبق ممبار واجي استلمه بعد شويه؟ اكيد طبعا. باسم اسماعيل في فرع الشيخ زايد صح؟ انا ايه حاضر، مفيش مشكله. طيب شكرا جدا. تحت امرك. وكان قال لي في الاول. بفولو. احنا ليه ما جيناش هنا؟ جينيسيس دي؟ ما بحبهاش. الجينيسيس دي اللي تبع هينداي، اللي هي الفيرجن الاحسن يعني. ممكن ما بتحبش سعرها، مش ما بتحبهاش هي. وهي ما فيش ما بيني وما بينها ارتباط عاطفي. احنا بس عايزين نحط بنزين يا جماعه عشان العربيه خلاص هتقف مننا، ومش عايزين كوارث يعني النهارده بصراحه. ايه العسل ده؟ ايه البنزين ايه؟ ايه اتفضل. تخيلوا بنزينة امارات في الامارات بقى، يعني ده حاجه غريبه جدا طبعا، غير متوقعه. حلوه لون العربيه دي اللي جنبك دي، صورها. الخضراء فين الخضراء؟ مش شايف اي عربيه خضراء يا ابني، ورا اهي. انا مش شايف عربيه خضراء. السوزوكي دي دي مش خضراء، هي دي كانت خضراء والله كانت خضراء. طب عايزه تقولي ايه بقى للناس بقى؟ عايزه اقول لهم لو وصلتوا لحد الحته دي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس واكتبوا لنا كومنتات كتير 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 كتير. هلو فول سبيشال بليز. انا بحب برضو الشيفروليه. وحشه. انا بحب اللي هي تاهو. ايوه قول. هتستظرف يلا. احرجتيني على فكره يعني. انت عارفه ليه سموها كده؟ ليه؟ عشان الجي بي اس بتاعها كان بايظ. احنا اول عربيه هي كانت تاهو الشيفروليه الكبيره قوي اللي احنا شفناها مره. هي كانت احنا شفناها مثلا موديل اقدم من موديل السنه اللي احنا فيها مثلا بحوالي 6 7 8 سنين. كانت قديمه، كانت في معرض. وبعدين في الحته اللي في النص دي، ما تجيبيش الحته اللي في النص دي عشان مش نضيفه عندنا. فيها ثلاجه قدي يعني. والله ايوه، ثلاجه في النص كده. الحته اللي في النص دي واسعه قوي ما بين الكرسيين، وفيها ثلاجه كبيره قوي. والعربيه ضخمه قوي وحبيناها بقى من ساعتها. بس الموديل الجديد بتاعها برضو غالي قوي يعني. بس عادي لما نروح نتفرج يعني، هم عادي مش بيحكموا على الفقير ان هو ما يخشش عندهم. ايوه شفت، انا كنت داخل التسلا يعني شكلي بصراحه، بس قشطه يعني هم تجاوبوا معايا عادي. مش هعرف ادور عليه. طب لما نستلم من حدوته نبقى نطلب من تيبو. طيب عايز تقول حاجه للناس؟ لو لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب لحد دلوقتي، يا ريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناه. انا مستغرب بجد، او مش مستغرب بس يعني انا حاسس ان اي حد بيتفرج على فيديوهاتنا، هو انا مناخيري طالعه كبيره ولا انت عاملاها وايد؟ لا عاملاها وايد. الناس لما بيتفرجوا على فيديوهاتنا ويشوفوا ان احنا بنعمل فيديوهات حلوه وان 2 عسولين للدرجه دي اصلا بيقولوا ايه ده؟ ازاي 2 عسولين بالدرجه دي؟ لا، ازاي 2 عسولين للدرجه دي؟ عندهم عدد السبسكرايبرز القليل ده. لان احنا تقريبا في 50% مش عاملين سبسكرايب. فلو سمحت. ايه ده والله بجد؟ لا انا ما تحلفنيش وانا بضحك على الناس. بجد اقول لك انا الفيديو مثلا اللي هو بتاع فريدة علي لما كانوا بيجربوا السناكس المصريه، لو لسه ما شفتوش روحوا شوفوه. المهم يعني الفيديو ده كان جايب لحد امبارح بالليل حوالي 16000 فيوز. احنا عندنا 8000 سبسكرايبرز. ف 50% مشتركين و50% لا يعني مبدئيا يعني. بس صح شفت. فاللي عايز اقوله يعني ان حاولوا تدعمونا عشان تدعموا صناعه المحتوى الجيده. افتكرتك هتقول الصناعه المصريه. الصناعه المصريه الجيده برضو. العربيه اللي بحبها هي ممكن تجيبها للسيد المشاهد، هذه البي ام دبليو البيضاء. بجد والله يا جماعه، بصوا انت بتجري وراه؟ بصوا العربيه من الخلف. فعايزين بس شويه دعم بجد. بجد والله ما بهزر بجد، احنا عايزين دعم. عارفين ليه؟ قولوا لي ليه. حد يسالني ليه دلوقتي؟ ليه؟ عشان محتاجين فلوس. بصراحه بقى انتوا مش بص العربيه دي الفيات الصغننه دي هاتها لهم. الله دي جميله خالص، تعالوا نجري وراها.
اجري ورا. لا بس حاسب بس تدوسها. طب والله حلو. بس الراجل فتح الازاز ليه بقى؟ عمل البومبه؟ تخيل لو حد عمل فيها بومبا خلاص كده. هيوقفها لو وقفت. كنا بنقول يعني ان احنا محتاجين فلوس وكده، فكل ما السبسكرايبرز يزيدوا فاحتمال المشاهدات تزيد، وده هيخلينا نكسب اكتر، هيخلي يجي لنا بقى سبونسرز ومش عارف ايه. طبعا حد يقول لي لا انت غلط تقول كده، انت بتعمل فيديوهات دي عشان انت بتحب الناس. ما ماشي، بس يعني هو لما حد بيبدا صناعه محتوى بيبدا صناعه محتوى ليه؟ عشان هو ده بيزنس. المهم يعني بنتكلم في الموضوع ده في حلقه على الكنبه يعني عشان ما اطولش عليك، ودي حلقه اكل. انت بصراحه مطول قوي. ها هو عزيزي المشاهد حدوته. انزل استلم واجي. انزل استلم وطيب. خد ادفع ده برضو. ادفع من معايا ادفع انت من معايا. انا عازمك. مساء الخير، انت مبروك فرج احمد مع حضرتك. نعم. انت مبروك مع حضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا، لو سمحت ممكن اطلب ممبار واجي استلمه بعد شويه. الممبار ده مستوي صح كده؟ طبق ممبار عادي. ممكن رقم التليفون 056 056 باسم ايه يا فندم؟ باسم اسماعيل احمد. طبق ممبار يا فندم شخص واحد. اجي بعد قد ايه؟ 10 دقايق يكون جاهز الاوردر، او 20 او 15 دقيقه بالظبط. طيب ماشي تمام، شكرا جدا. ماشي ان شاء الله، شكرا. الله على المستقبل. طيب يا جماعه، معادنا دلوقتي مع حدوته مصريه. بس كده بكام؟ انا ما دفعتش انا دفعت. استني كده الدواء مش شغال. 45 يا جماعه. لا طلع دفع. 3 دفعت بس نسيت ان انا دفعت. المهم يعني 45. مش بيجي معاه سلطات، مش بيجي معاه حاجه. هي العلبه الصغننه الحلوه دي. المفروض نسقف دلوقتي. ماشي. افتتاح الممبار، الله شكله حلو قوي. هو شكله حلو. شوف كيف تلمع ريحته الممبار. حلوه بس بصراحه غالي. طب يلا 45 يمكن يستاهل. 3. هو حلو بس بحك كان احسن. ومش سبايسي خالص. بس الخلطه حلوه. خلطه حلوه بس طري سيكا. في طعم كده انا مش عارف هو ايه. حاجه مسكره؟ لا دوق دي. مش زفره يعني، هي لو حاجه زفره اديها لك وانا ادوق واحده تانية. وفي حاجه طعمه في الصلصه يمكن، بس حلو يعني. هو مش وحش بس هو غالي بصراحه. انا توقعت ان انا بفرق السعر ده اشوف بقى تجربه لا استثنائيه. بس هو نضيف طبعا. شكله حلو. طعمه حلو بس هو طري شويه، مش مفيهوش اي حاجه مقرمشه يعني. انا للاسف انا كنت اديت بحه 7 يعني، المفروض يا ريتني كنت اديته اكتر من كده. ينفع اعدل؟ طب بحه بقى 8. غيرنا القوانين عادي. قوانيننا وبراحتنا. طب يلا هندي ده تقييم. ماشي. 1 2 3 7. 6. طبعا الناس كانت متوقعه ان اقول 7 دلوقتي عشان ماشي. انا بصراحه 6 مع احترامي يعني. مطعم حدوته من احسن المطاعم اللي في دبي اصل 6 ده يعني وحش يعني، فاهم؟ هو يعني هو حلو بس في عيوب بالنسبه لي انا يعني. هو انا النهارده بقيت شرير الحلقه. انت على طول شرير الحلقه طبعا برضو. هذه التجارب كلها او هذه التقييمات بناء على راينا الشخصي وبناء على طعم الاكل في اليوم ده. ماشي يلا نروح على طيبه. بصوا يا جماعه، البتاع ده بيحسب انت ماشي على سرعه كام وبيقول لك شكرا لو انت ماشي بالبطيء. انا دلوقتي ماشي على 14، لكن لو ماشي بسرعه بتلاقيه تحول انجري ايموجي وتلاقيه قال لك سلو داون وبتاع، يقعد يزعق بقى.
Good evening. Hi, good This evening. Taiba Gourmet. This Taiba Gourmet, sir. Yes, I'm coming. Your order. Is it ready? It's ready, sir. Your order. Okay, coming. Thank you. المشكلة احنا تايهين يا جماعة. في لفة كده غريبة، المفروض عمالين بنلف حوالين نفسنا كده في حتة. اللوكيشن محطوط على جوجل مابس غلط. هو اليمين ده ولا اليمين ده اللي احنا كنا فيه دلوقتي من شوية؟ مفيش غيره، لأن بعد كده هنطلع الكوبري ده. خدمة ولا سيرفيس حاجة رود خالص. نخش فيه؟ صح، هو هنا. طيب احنا المفروض عملنا كده بقى، ركننا صف تاني. شكرا لاتصالك بمركز خدمة عملاء أبو شقرة دبي للغة العربية، برجاء الضغط على رقم 1. شكرا لاتصالك بمطعم ابو شقرة. هاجر مع حضرتك، ازاي اقدر اساعدك؟ الو، مساء الخير، من فضلك ممكن اعمل اوردر؟ انا بس عايز طبق ممبار وحاجه استلمه بعد 10 دقايق. تمام يا فندم. من فرع حصه ولا فرع ديره؟ فرع حصه. حضرتك حابب طبق ممبار؟ ايوه. سبايسي ولا عادي؟ سبايسي ماشي، يا ريت. تمام يا فندم. توتال الاوردر 35 درهم. حضرتك هتوصل الموقع امتى؟ هستلمه انا ان شاء الله. هتوصل خلال قد ايه يا فندم؟ 13 دقيقه. شكرا لاشتراك مطعم ابو شقرة، واتمنى لحضرتك يوم سعيد. الله يخليك، مع السلامه. احنا رايحين في الطريق، احنا لسه بس ما جربناش طيبه، هناكله واحنا ماشيين. واحنا ماشيين ما لما نقف عادي. ماشي، لما نقف عند ابو شقرة بقى، صح؟ الغروب والقمر. عايزه تقولي حاجه للناس؟ عايزه اقول للناس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا سر الجرس. القبائل ده هيفتح جنبنا. القبائل ده مكان بنشتري منه، هو اسمه غريب بس هو مكان بنشتري منه هدايا مثلا او رفايع، حاجه كده زي دلع البنات، ولا كان اسمه اخر العنقود بس على كبير قوي 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 يعني. اهو في اهو قدامه ركنه، هنقعد ناكل قدامه. طيبة جومي. يا جدع، كل ده وجع. الراجل هيتوجع وجع بجد. طيب انزل استلم واجي، بس يا رب يكون خلص. مساء الخير، كنت طالب اوردر بالتليفون. قالت لي ان هو لسه بيجهز، فاحنا ممكن نجرب طيبه لحد ما يجهز. ماشي. طيبه جايب الطبق المتقسم 3 ده، مخلل وسلطه وطحينه برضو وشوكه وسكينه وبتاع. بكام؟ ب30 درهم. 30؟ كل ده فرق سعر ما بين حدوته وطيبه. اوف. وارخص من بحه 2 درهم. ولو تلاحظي ان حدوته ما كانش جايب معاه اي حاجه في الدنيا. طيب نفتح ونشوف. ريحته حلوه، بس اعتقد الكميه اقل شويه. هم كانوا سالوني في التليفون ده الفرد واحد ولا لا، صح؟ هم اللي كانوا سالوني ولا كان مطعم تاني؟ مش فاكره. طيب ماشي، مهم. لسه سخن لسه. هو ايه؟ لا مش سخن ان شاء الله. يلا 1 2 هوبا. هو حلو بس طري. مجلد شويه. حلو صح؟ مش وحش يعني. مش عاجبك؟ مش عاجبني قوي. طب نديله كام ده؟ يعني هو انا شايف التتبيله بتاعته حلوه. سبايسي. سعره كويس، بس المباراة نفسها مجلده سيكا. يمكن عشان هو كان مقفول في العلبه بقاله شويه، مثلا ربع ساعه. ما اعتقدش، ما اعرفش يعني، يمكن. بس هو اللي مضايق فيه ان هو مجلد بس. طيب تديله كام؟ والرز برضو مستوي زياده، مش مفلفل. ايوه، مش زي بحه برضو. ماشي. 1 2 3 7. طيب ننزل نشوف التاني يجي ولا لسه. اما لقينا احبائي مع ابو شقرة، جايب معاه مخلل وملح وفلفل. سخن قوي. كام ابو شقرة؟ ابو شقرة ب35. ماشي، يبقى كله كده بيلعب في نفس الرينج تقريبا. هو اغلى واحد حدوته، ارخص واحد العمده. طيب انا عايز الصغنون ده، شكله حلو. الله، ريحته حلوه قوي. هم رشين عليه برضو، انا مش عارفه تعرف توريه لهم. توابل. رشين عليه توابل من بره. سخنه مولع. باين التوابل البرتقاني دي باينه. انت واخد اكبر واحد. لازم يجي يشقر عليا بجد. حلوه قوي. سخنه قوي. انا كنت ماسك اكبر واحد عشان هو اللي كان عليه توابل كتير يعني. مهم يعني، في واحد صغنون اهو، انا هضربه دلوقتي. ريحته، ما هي ريحه التوابل دي بقى، والرز مفلفل. ماشي يا ابو شقرة، هنشوف. الرز حلو. مش قادره امسكها. ده سبايسي قوي والله. يبقى هم دول اللي سالوني. هو سالوك سبايسي، انت عايز سبايسي؟ لا، قلت لهم ايه؟ سبايسي. بس حلو.
حلو بس سخنه قوي فانا مش قادره. طب استني يبرد شويه، حطيها قدام التكييف طيب تبرد وبعدين عايز تديله فرصه ثانيه. انا حسيت بالسبايسي بس فاهم. والسخونيه ما باخد اهو. حلو ها. طيب يعني هو نضيف، التتبيله حلوه، السعر حلو، سبايسي عشان انا قلت سبايسي فبقى اكسترا سبايسي. بس هو مش اكسترا سبايسي يعني قوي بس هو عشان سخن طيب فرهيب يعني. نديله كام؟ 1 2 3 8.5. يبقى ده الفائز. انا عجبني اكتر من بحر بجد. التتبيله بتاعته دي اكتر عجبتني اكتر من بحر. طب كده يبقى الفائز معانا في حلقه النهارده هو ابو شاره، واحنا بنكلمكم ده من قدام مطعم ابو شاره اللي في شارع حصه. ومين الخسران معانا النهارده؟ الخسران معانا كالعاده ده راينا الشخصي يا جماعه، نحن لسنا ضد اي مطعم بنجربه، ده راينا الشخصي وبناء على التجربه في الوجبه دي في الوقت ده في اليوم ده وحش معاه قوي يعني. يعني كل ما نيجي نجربه ماشي. الخسران معانا للاسف الحلقه دي هو مطعم العمده. يعني بصراحه بس يعني كل حاجه كانت حلوه معاه. ده الممبار كان زفر قوي، ودي اهم حاجه بتهيألي في الممبار. يعني بصراحه انا من كتر ما الممبار كان زفر انا كنت قفلت من باقي الحلقه. يعني هي ما كانتش عايزه تصور خلاص. انا خفت بقى خلاص، انا حسيت ان انا مستقبلي بينهار. بس شكرا ليكم. وعايز تقول حاجه؟ لا بس كده. بس عايز تقول حاجه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، بس انا في الحلقه الجايه من سوا سعيد شو.